مرحله من دوري الدرجه الثانيه حرفيا بيلعب فيها المصري والزمالك، مع احترامي كل الاحترام للزملكاويه والجماهير الزمالك اللي كانت فعلا جماهير تعرف تقول عليها هم دول اللي فعلا انت ايه ند بند معاهم، تنكشهم وهم ينكشوك، تريقه على حسين لبيب وهم يتريقوا لك على الخطيب، وكل ده بس في اطار العادي، في اطار الادب. كل ده بيحصل في جماهير العالم كلها، لكن نشوف وساخه من اللي حصلت من جماهير المصري النهارده لما يكون يجوا في الدقيقه 74 والدقيقه 72 يشتموا كل الاهلي، وده كلها مقصود. عارفين ان احنا دي شهداء النادي الاهلي في الدقيقه دي، ومعروفه ان بيبقى لها قداسه كده خاصه. حتى جماهير الزمالك في ماتشاتها الرسميه وجماهير الاهلي في ماتشاتها الرسميه اذا كان في الدقيقه 22 او 72 بيرفعوا التليفونات احتراما لناس ماتت، فربنا يرحمهم بسبب الكره اللي احنا بنتفرج عليها النهارده دي. لكن يجوا في الدقيقه دي بالذات ويفضلوا يشتموا جماهير الاهلي ويشتموا الاهلي اللي هو اصلا مش موجود في المباراه، غير ان هو حريقهم حرفيا. انت بتتكلم على فريق تعبان حرفيا زي المصري، اخره فعلا مش هقول لك يلعب كونفدراليه عشان الكونفدراليه بتعلي من شأنه شويه بيكون الزمالك فيها، لكن هو فريق تعبان 100%. النهارده لما بتلعب وانت شايف النادي الاهلي قدامك كفريق مصر وجماهيره التعبانين دول بيتفرجوا على النادي الاهلي ده وهو بيكسر العالم حرفيا، بيلعب في بطولات عالميه وبطولات اوروبيه، اللي هو هيروح كاس العالم للانديه ده، هيلعب في دوري ابطال افريقيا وياخد البطوله كذا سنه، فكل ده بيعمل لهم وسواس كده، ناس تعبانه، فدول مجانين حرفيا، وهم اكثر جمهور ومعروفه يعني هم دول جمهور قذر، اللي هو بعيد عن اللي هم عملوه اصلا والمجزره اللي كانت حاصله النهارده كمان مش مكفيهم وبيشتموا. فطبيعي معامله جماهير النادي الاهلي ومعامله النادي الاهلي اليوم بتكون بالقله الادب، اللي هو بالشبشب عندي والله العظيم. فجماهير زي الزفت وجماهير كلها زفره ما شاء الله الا من رحم ربي، وممكن الناس فيهم تكون محترمه. وانا النهارده بشكر جماهير الزمالك اللي وقت ما شافت الموضوع ده ما حبتش ده يحصل وشتمتهم وردت عليهم، وكانت نيابه عن جماهير النادي الاهلي اللي لو كانت موجوده والجماهير المقرفه دي عملت كده، انا بقول ان كانت ممكن تحصل مجزره، عشان انت هنا بتشتم في ناس ربنا يرحمها مش موجوده معانا. فكويس ان ما فيهوش اهلي اصلا، عشان لو كان الجانب الثاني موجود وده حصل كان هيحصل بس. لكن الناس دي لازم تتعاقب، عشان دول لو عملوها في اي ماتش تاني وموجود فيه جماهير الدنيا هتولع.